يا مساء الخير، عارف ان انت داخل الفيديو ده وعايز تعرف الشروط وكل حاجة بتخص منحة جامعة مصر. ركز معايا جدا 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 في العشر دقايق دول. انا عارف ان هم كتار، ولكن انا لامم لك كل حاجة بتخص المنحة، من اول التقديم ازاي، الاوراق ازاي، الشروط، القيود، وكل حاجة، وكمان الاختبارات اللي بعد التقديم علشان تقدم صح. الكلام اللي انت تسمعه ده اول مرة هتسمعه من اي حد بينزل حاجة على اليوتيوب. كلام صادق، كلام 100%. كل حاجة مهمة جدا جدا لازم تعرفها قبل ما تقدم. لازم تعرف كل الشروط دي. لو شرط واحد بس مش موجود عندك مش هتعرف تقدم في المنحة دي. ولكن نركز جدا جدا مع بعض علشان ازاي نقدر ناخد المنحة دي بطريقة صحيحة ان شاء الله. ما حدش يفوت ثانية بس من الفيديو ده ويكتب كل حاجة او ينزل الفيديو عنده عشان يعرف الشروط والمميزات وكمان العيوب. أول حاجة إن لازم يكون حاصل على الشهادة الثانوية أو بيكون مصري الجنسية. أول حاجة لازم يكون مصري الجنسية. بعد كده إن هو يكون مجموعه أقل من المتوسط. بمعنى إيه؟ إن مجموعه لا هو كبير جدا إن هو يلتحق بكلية طب بشري جامعة حكومية، أو إن هو قليل. ولكن في ناس كتير بتخش بشري حكومي بتقدم لهم المنحة دي، اسمها منحة المتفوقين، ولكن دي المنحة العامة اللي أنا بتكلم فيها حاليا. بعد كده لازم تكون مصر الجنسية واتكلمت عنها. بعد كده ان لازم، ودي اهم من اهم الشروط، ان ما تكونش حصلت على عقار او والدك عنده عقار او انت وارث عقار والدك والدتك. مهم جدا، لا قطعة ارض ولا بيت تاني ولا اي حاجة تمتلكها من العقار. وكمان تكون مرتب والدك او والدتك مرتبهم اقل من 10,000 جنيه. لازم يكون المرتب اقل من 10,000 جنيه. لو شرط من الشروط ديت مش موجود فللأسف مش هتقدر تكمل في المنحة. طب ازاي تقدم بقى؟ هقولك ازاي تقدم في الكلية الموجودة حاليا، وهي كلية الطب البشري. كلية الطب البشري هي جامعة 7 سنين بتدرس فيهم جميع التخصصات البشرية على أكفأ الدكاترة اللي موجودة في الجامعة. وغير كده كمان بتدرس وبتتدرب كمان. وكمان المفاجأة اللي أنا أقول لك عليها دي إن أنت بتاخد سنة امتياز كمان في الجامعة، وبتكون فري. بتكون فري شاملة كل حاجة. يعني انت بتقدم في الكلية بعد ما بتجتاز الأوراق المهمة دي. بعد كده بتيجي تشوف بقى الجامعة عاملة ازاي. الجامعة كويسة جدا جدا، وأصحابي فيها واخدين منح كمان. وناس كتيرة جدا في المنح ديت دخلوا السنة اللي فاتت، والحمد لله قدرت أدخل طالبين الحمد لله. ولكن في طالب مجموعه أقل شوية وهنتكلم عنه قدام، حصل له ظروف وهقول لكم حصل له ايه قدام شوية لما نيجي للنقطة اللي احنا بنتكلم فيها. ولكن التقديم حاليا ان شاء الله ان انا هساعدكم فيه هو كلية طب البشري. طيب الشروط بقى الأساسية عشان تقدر تكون موجود في المنحة دي. لو انت اتقبلت تمام في الورق اللي انا اتكلمت عنه ده وكله تمام واتقبلت، لازم تقديرك يكون 3/4. يعني ايه 3/4؟ يعني الجي بي اي بتاعك يكون عالي. يعني ايه الجي بي اي؟ ده اسمه نظام الساعات المعتمدة. تقدر تبحث عنه على اليوتيوب او اي مكان، او صديقك او اي حد من اهلك تقدر تبحث عنه وتشوف الجي بي اي ده عبارة عن ايه. ولكن ببساطة الجي بي اي ده عبارة عن تقدير جيد جدا مرتفع. جيد جدا مرتفع. طيب لا قدر الله لو حصل وما قدرتش ان انا اجيب التقدير ده، للاسف بتدفع تمن السنه كلها. بتدفع تمن السنه كلها، وده شرط من الشروط اللي بيوقع طلبه كتير جدا جدا. لازم تكون حاصل على تقدير كويس، او يعني تبقى طالب متفوق بمعنى الاصح. التقديم الثانوي ظلمك لكن المنحه بتقدر تنصفك، ولكن على اساس ان انت شاطر. نيجي بقى للنقطة المهمة. طب السكن، لو انت طالب بقى من منوفية كفر الشيخ مش من محافظة القاهرة، بتحصل على سكن ازاي؟ أول حاجة، أول سنة مش بتقدم لك السكن فري، ولكن من السنة التانية بعد ما تقدر تحصل على الجي بي اي ده بتروح تقدم في السكن الجامعة. ومن أفضل وأرقى السكن الموجود حاليا بالنسبة لي في مصر، يعني أرقى من الجامعة. يعني من جامعات تانية كتير السكن بيكون كويس جدا داخل الحرم الجامعي، وفي سكن كمان بره. ولكن بعد ما تحصل على التقدير اللي أنا اتكلمت عنه 3/4 بتقدر تحصل على السكن ده. ولكن في سكن كتير جدا جدا إن شاء الله الطلبة اللي هتخش إن شاء الله هنجمع بعض كده ونشوف الطلبة اللي موجودة في الكلية ونقدر ناخد من خلالهم سكن في 6 أكتوبر.
بيكون في العاشر والمتميز والسابع والحاجات دي كلها. وأسعار السكن شوية بتكون غالية بصراحة بشوية بتكون غالية غاليتين شوية. ولكن إن شاء الله لما يكون مجموعة من الطلبة ده هنتكلم عنها إن شاء الله بإذن الله في وقتها. طيب نيجي بقى للمميزات المنحة. طبعا المنحة لها مميزات وعيوب. نبدأ بالمميزات. أول حاجة إنك لازم تكون يعني بتحصل على كلية بعد ظلم. حصل لك ظلم وتعرضت لظلم في الثانوية ما قدرتش تجيب مجموع، فالمنحة دي بتنصفك، بتخليك تقدر إن أنت تتفوق فيها وبتقدر تكمل مسيرة حلمك. بتدخل كلية أحلامك وبتذاكر أكتر من الطالب العادي عشان تقدر تحافظ على مستوى الدراسي بتاعك، لأن لا قدر الله لو أنت قليت للأسف ممكن تتفصل أو تدفع تمن السنة كلها. وطبعا من مميزاتها إن أنت بتكون طالب خارج بقى، بتحصل على تقديرات عالية كل سنة، وكمان بتدرس في جامعة خاصة، فده حاجة حلوة جدا. الجامعات الخاصة فيها اوبشنز كتير جدا على الحكومي كمان، انك بتشتغل في مستشفى كويسة، معدات كويسة، ادوات كويسة، الحاجات دي كلها كويسة وبتفيدك بشكل ملحوظ في حياتك الجاية لما تبدأ تشتغل برا. فكل حاجة بتكون متاحة ليك، فبالتالي بتدرس في حاجات جديدة مش حاجات قديمة كمان، وبتدرس كمان على عيانين كمان في مستشفى سعاد كفافي اللي موجودة داخل الجامعة. نيجي بقى على السؤال اللي أنا هطرحه عليك دلوقتي. فكر كده مع نفسك لمدة دقيقة وتقول لي أنت قادر ولا لأ بعد ما سمعت الشروط والمميزات، عشان هننتقل على نقط مهمة تاني يعني بعد شوية. هل أنت قادر إن أنت تقدر تحصل على GPA عالي؟ هل إن أنت قادر إن أنت هتذاكر بغير الطالب العادي ممكن يذاكر ويسقط ويعيد السنة عادي، لكن أنت تحت ستريس معين إن أنت لازم تحقق الGPA كل سنة عشان تقدر تحافظ على المنحة ما تروحش منك. هل انت قادر؟ فكر مع نفسك معايا، تعال نفكر مع بعض كده وغمض عينك كده وتطلع لقدام شوية. سيبك من ان انت بتتكلم ان انت انا قادر وكل حاجة واخش. فكر بمنظور تاني. فكر ان لا قدر الله لو حصل لك ظرف او حصل لك حاجة، الجامعة مش هترحمك. ايوه بقول لك الجامعة مش هترحمك. تقديرك هو اللي هيخليك تمشي، هو النور اللي انت هيضيء بيه حياتك. طيب عيوب الجامعة دي ايه بقى؟ عيوب او مش عيوب الجامعة قوي، بس ممكن اقولك عيوب اللي مقدمها الجامعة، وكل جامعة بتختلف العيوب فيها، ولكن العيوب بتاعة الجامعة دي ايه؟ اول حاجة انك بتبقى لازم تجيب تقديرات عالية. ومعنى التقديرات العالية لا قدر الله حصل لك اي ظرف ما، للأسف لازم تجيب تقديرات عالية. مفيش أي ورقة هتقدر تثبت إن أنت حصل لك ظرف أو أيا كانت الحاجة دي إيه. لازم تجيب تقديرات عالية كل سنة عشان تقدر تحافظ. حتى لو انت جبت في السنة الأخيرة تقدير قليل، للأسف تدفع تمن السنة يا تتفصل. فمهم جدا. النقطتين اللي أنا كاتبهم مرتين دول مش سهو مني، ولكن لازم تبص عليهم الاتنين. إن الطالب بيتحط تحت ضغط كبير جدا 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 كل سنة، بتحط تحت الضغط ده. يا ترى أنا هقدر أجيب التقدير ده ولا لأ؟ يا ترى أنا قادر أجيب التقدير ده ولا لأ؟ أنا خايف ما أجيبش التقدير، خايف يروح عليا حلمي، وخايف أدفع مصاريف أنا مش قدها. فبالتالي مهم لازم تبقى عارف كويس جدا العيوب. نيجي بقى للسؤال تاني، هل أنت قادر بعد ما سمعت العيوب والمميزات والشروط؟ هل أنت قادر؟ أنا كاتبها تاني. لازم تبقى تفكر برؤية تانية بمنظور تاني. هل أنت شخص هتبقى قادر إن أنت تجتاز كل العقبات؟ أنا بسميها عقبات، يعني حتى أنا مسمي المميزات عقبات، ولكن انا عايز الشخص اللي هيقول لي في نهاية الطريق ده كله انا قادر برضه. هل انت قادر؟ اكتب لي ارجوك انت قادر، عشان احس ان في طلبة، ولكن اللي يكتب يبقى متأكد ان هو قادر فعلا، قادر ان هو يتخطى كل الحاجات دي. انت كده بدأت توصل للقمة، يعني احنا بادئين من اول الفيديو انت كده ماشي معايا لحد القمة. لو انت فعلا قدرت يبقى انت كده داخل على القمة، يعني القمة اللي انت ان شاء الله هتكون فيها. اخر حاجة، فكر مع نفسك، والله يوفقكم جميعا. من قلبي أتمنى من قلبي والله إن كل الطالبة يعني تحصل على المنح وتحصل على الكليات اللي هي نفسها فيها، لأن ده أكيد حلمك وحلم أهلك. ولكن العقبات دي كلها لازم نبقى مدركينها كويس، معرفينها كويس. يا فرحتي إن تخش المنحة وأنا أقول لك تمام وأسجل لك وكل حاجة، ولكن تحصل على تقدير ينهي مستقبلك. التوفيق بإذن ربنا إن شاء الله وبإيدك، على قد سعيك على قد اجتهادك.
شوف بقى انت مع نفسك انت بقى، هل انت قادر ولا لأ؟ ربنا يوفقكم جميعا إن شاء الله.